وبعدين مسألة التاريخ المصري القديم الخلاف عليها على أشده، لأن الجماعة اللي بيقولوا إن الحضارة المصرية ابتدت من 7000 سنة وإنها حضارة وثنية تعددية، وفي الإحصائية بتاعت العالم بروجش عدد الآلهة في عند قدماء المصريين 2800 إله. في الناحية التانية في كلام مختلف خالص. يعني المؤرخ مانيتون وهو أوثق المؤرخين الفراعنة في يمن عن التاريخ الفرعوني، يعني هذا المؤرخ بيقول إن الحضارة المصرية ابتدت من 12500 سنة. وبعدين في أدلة قاطعة على إن الحضارة دي حضارة توحيدية، ما هياش حضارة وثنية. صحيح احنا بنشوف في التاريخ والهيروغليفيات والبرديات حكاية 2800 إله، لكن لما نقرأ كتاب الموتى نستعجب لما بيخاطبوا الله سبحانه وتعالى يقولوا أنت الأول وليس قبلك شيء. ده في كتاب الموتى، أقدم كتاب فرعوني. يقولوا أنت الأول، بيخاطبوا الخالق سبحانه وتعالى، أنت الأول وليس قبلك شيء، وأنت الآخر وليس بعدك شيء. وبعدين ربنا يقول في هذا الكتاب خلقت كل شيء وحدي ولم يكن بجواري أحد. ده كلام صريح. الله، طب ايه ال 2800؟ ممكن نفهمها بأن كلمة نتر في الهيروغليفية اللي احنا بنقول ان دي كلمة إله ترجمة لكلمة نتر بالهيروغليفية، لكن كلمة نتر بالهيروغليفية معناها التفصيلي والحرفي اليد القوية، يعني هي صفة. فهل معنى كده ان ال 2800 هي 2800 صفة من صفات الإله الواحد؟ ويبقى في السعادي ده فهمنا كتاب الموتى، لأن كتاب الموتى صريح لما بيقول خلقت كل شيء وحدي ولم يكن بجواري أحد، انتهى الموضوع. يبقى إذا المسألة دخلها تحريف الكهنوت والقوى السياسية الموجودة والحكام نفسهم كالعادة، زي ما احنا عارفين من مصلحة الكهنوت انه هو يبقى فيه 2800 إله، كل إله له مسجد وكل إله له قرابين، ولم من الناس بقى يسترزقهم ويلموا ضرائب ويلموا جبايات. وكذلك الملك والحاكم يهمه ان يكون في 2800 حزب يخبطوا البعض عشان هو تسلم له الامور وهو قاعد فوق ويستغل الناس. وتكون النتيجة ان التاريخ الفرعوني كله مزيف، واللي وصل لنا من هذا التاريخ محرف تماما، ولأن اللي كتبه الأقوياء اللي هم كهنوت أو حكام، يعني القصر والكهنة هم اللي وصلوا لنا هذا الكم المحرف من المعلومات، وهم اللي خلقوا من 2800 صفة آلهة مستقلة، كل إله عاوز معبد وقرابين. وطبعا يدل على كده عشرات المثلات تشير بالإصبع إلى السماء، ده نوع من التوحيد. زي ما واحد يقول موجود، هو موجود بالشكل ده. فهي المثلات دي كلها مآذن التوحيد ومصاعد الدعاء اللي موجودة في مصر الفرعونية من أول شمال النيل لآخره. وبعدين الله، طب ومنين طلع أخناتون؟ ايه اللي فجأة راح طلع لنا في وسط التاريخ واحد موحد اللي بيسميه أخناتون؟ هل طلع من فراغ؟ مش ممكن. أخناتون ما طلعش من فراغ. أخناتون طلع من تراث فعلا موجود وعبر عن إحساس موجود. فاللي حاصل إن القصر والكهنة كانوا في ناحية والشعب كان في ناحية تانية، بدليل كلام القرآن نفسه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. بصراحة هنا الآية صريحة، وقال رجل مؤمن من آل فرعون. الله، ده مصري، ما دام من ألف يبقى فيه المصريين نفسهم كانوا مؤمنين ويكتمون إيمانهم خوفا من الحكام والفراعنة الأقوياء. والآية دي صريحة. وبعدين اللي حصل في هجرة بني إسرائيل، الشعب المصري كان موقفه إيه؟ ده إدى كل الذهب اللي عنده للإسرائيليين وهم طالعين. العملة دي تدل على إيه؟ تدل على إنهم فعلا كانوا مع موسى،
مصريين. الشعب المصري كان شعب موحد وكان مؤمن بموسى، لكن كاتم إيمانه كله. وعشان كده خد هذا الموقف الغريب، إنه هو موسى وهو واخد إسرائيل وطالع، المصريين ادوا الذهب اللي عندهم كله لبني إسرائيل. فده يدل ان احنا قدام شعب مؤمن، ولكن هذا الشعب مقهور عن طريق سلطة القصر وتحريف الكهنة. واحنا قدام تاريخ لازم يعاد كتابته من الاول للاخر. وبعدين احنا حتى لما نشوف الآلهة دول نلاقي اساميهم تستوقف النظر. يعني مثلا اتوم، اوزيريس، نوح. الله، طب ما هو دول ادم وادريس ونوح. خاصة ان اتوم، الاله اتوم الالهة الكبير، التعريف بتاعه في الفرعونيات انه اول من نزل على الارض. الله، ما يبقى صريحة بقى. يبقى اذا فعلا كعادة الجماعة التاريخ القديم كان لما الناس الواحد عظيم يموت بعد كده يتحول لأسطورة وبعدين يألهوه. فده اللي حصل لآدم، اللي بقى اتوم. آدم اتوم. اوزيريس هو ادريس، لانه وصفوه برضه اوزيريس بانه هو اللي علم الناس الكتابة بالقلم ولبس المخيط وتقسيم الفصول والتقويم الشمسي والنجوم والحاجات دي كلها. ودي الحاجات دي كلها تنسب إلى النبي إدريس، ومعروف أن النبي إدريس كان في مصر، وأنه هو اللي علم الناس الكتابة بالقلم والتقويم الشمسي والفصول والنجوم والحاجات دي كلها. فلا غرابة أن يكون أوزيريس هو إدريس. وبعدين نوح حتى بيكتبوها NOHA، هو تعريفه في الفرعونيات انه هو اله الماء والفيضان ومنقذ البشرية. اذا ده هو لابس تمام على نوح بتاع الطوفان. فيبقوا فعلا، يبقى فعلا الاتوم واوزيريس ونوح هم آدم، هم آدم وإدريس ونوح. ويبقى كل اللي حصل إن كان كل ما نبي من دول يموت يتحول إلى أسطورة، وبعدين يتحول إلى إله يعبد. وهذا هو التخريف المستمر عبر التاريخ، وهذا هو الإفك القديم زي ما بيقول القرآن، الإفك القديم، وهو تأليه الأنبياء. ففي الواقع يعني إن التاريخ المصري يلزم إعادة كتابته، ويلزم يتعرض له نقاد كبار ويحللوه بالظبط. وبعدين الكلمة المكتوبة في الهرم خينهم خوفه، خينهم خوفه بمعنى الله جل جلاله. المسألة ممكن تودي المخ لحاجة تانية خالص. طبعا من نظريات اللي حكاية مين اللي بنى الهرم، برضو طلعوا نظرية ان اللي بناه هم العلماء الناجون من قارة الأطلنطس. حكاية قارة الأطلنطس هي عبارة عن قارة في المحيط وغرقت، واتكلم عنها أفلاطون في مذكراته لما كان في مصر، سمع عنها عن طريق الكهنة، وإن الجزيرة دي كانت جزيرة يعني متقدمة في الحضارة ووصلت إلى علوم هائلة. وبعدين دخل الناس في حروب وتحول العلم القوى الهائلة اللي ربنا اداها لهم إلى شر، فربنا غرقهم كلهم ونجا بعضهم، وبعضهم جه مصر وبيقولوا هو ده اللي بنى الهرم. وجد كلام تاني برضو على ان لا، ده اللي بنوا الهرم دول الذين هبطوا من السماء. يعني في النهاية مش مصدقين ان اجدادنا الفراعنة هم اللي بنوا الهرم، وهم معذورين طبعا. يعني فين الفرق بين الجد والحفيد؟ الفرق كبير. أشهد أن لا إله إلا الله